وبس كده وخلص معانا احلى كوكيز بجد ممكن تعمليه. واظن كده وعلى ما اعتقد يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده. يعني يا ست الكل مالكيش حاجه انك تقومي تحضريه لاولادك، لان بجد بيحبوه وبيفرحوا بيه جدا، واحنا كمان اكيد بنحبه زي الولاد. يعني يفطروا بيه بقى قبل المدرسه مع كوبايه لبن، او يتعشوا بيه قبل ما يناموا كحاجه كده سريعه وخفيفه، او تاخديه معاكي وانت خارجه مثلا بدل ما بنشتريه من بره. شوفي انتي بكوبايتين ونص مثلا من الدقيق عملنا الكميه اللي انت شايفاها دي كلها. ومش دي بس والله، ده اكلوا منها كتير كمان، لان بجد ريحتها كانت قلب الدنيا، فلازم يبصموا عليها اكيد. يعني ملهمش دعوه هم بقى بالتصوير والكلام ده. بجد البسكوت ده كطريقة تحضير، مكونات، تشكيل، تسوية، ريحته، قوامه وطعمه ولا غلطة. عارفين قوامه في الاكل كده بيكون فيه القرمشة اللي هي البسيطة الهشة الحلوة قوي دي، مش القرمشة الجامدة الناشفة اللي احنا ما بنحبهاش في البسكوت دي. لا جربوه ان شاء الله، انا واثقة ان هو هيعجبكم. قومي بقى يا قمر اعمليه واقلبي ريحة البيت وفرحي اولادك وقعديهم حواليكي كده وخليهم يشكلوا معاكي، بيكونوا على فكرة مبسوطين جدا